تعالوا نعمل السمك المقلي باللون الذهبي والتتبيله الرهيبه اللي طعمها يجنن وبتخلي السمك ريحته وطعمه لذيذه جدا. ان شاء الله هتجربوها بنفس الطريقه وهتعجبكم. يلا بينا نقول بسم الله ونشوف اول حاجه بنعملها ايه. حضرت الكبه وضفت فيها 3 قرون فلفل رومي، عليهم قرنين فلفل حراق، واحد احمر واحد اخضر، ومعلقه صغيره من الثوم. وبعد كده ضفت البهارات، معلقه صغيره من الكزبره، معلقه صغيره من الكمون، معلقه صغيره من الكاري، معلقه صغيره من الكركم، معلقه صغيره من البابريكا، نص معلقه صغيره من الفلفل الاسود. وبالنسبه للملح ضفت معلقه صغيره هرميه من الملح. وبعد كده دقتها لقيت التتبيله محتاجه ملح تاني فضفت لها شويه ملح تاني. وبعد كده ضفت عليها معلقتين كبار من الخل، ما تزوديش خل عن كده عشان خاطر مش يهري السمكيه، احنا عايزينها بس تدي طعم معانا. وضفت كمان 3 ليمونات برضه عصرتهم، ورحت جايه ضربهم كده ضربتين بالشكل ده، نعمت معانا. مش قادره اقول لك بقى على ريحه التتبيله بعد ما ضربتها بالشكل ده، رهيبه يا جماعه، تخلي السمك بجد تحفه ان شاء الله. طبعا السمك انا كنت غسلاه وسبته يتصفى تماما من الميه على طول. تبلت السمكيه من جوه بالشكل ده، وكمان تبلتها برضو من بره من ناحيتين، ودخلتها التلاجة من نص ساعه لساعه. انا بصراحه سبتها ساعه. بعد كده حضرت طبق وضفت فيه كوبايه من الدقيق، الكوبايه دي كانت معايا ربع كيلو. ضفت عليها معلقه كبيره هرميه من النشا، وكمان البهارات من كل حاجه ربع معلقه صغيره، نفس البهارات اللي احنا حطيناها على تتبيله السمك هي دي برضو انا حطيتها. وكمان ضفت برضو ربع معلقه صغيره من الملح، وقلبتها بالشكل ده. ونبدا بقى نبطن السمك. انا بالنسبه لي لما ببطن السمك مش بقليه على طول في ساعتها. بعمل ايه؟ بروح جايه مبطناه بالشكل ده كده كويس جدا من الناحيتين، وبعد كده انفض منه الدقيق، وبروح جايه حطاه في الطبق وبدخله التلاجة ربع ساعه. بس طبعا لو انت عامله كميه سمك ما تحطيش السمك كله فوق بعضه، لا جنب بعضه كده في الطبق، وتدخليه التلاجة ربع ساعه قبل القليه. ما تقليش على طول. ليه بقى الخطوه ديت؟ الخطوه دي تخلي السمكيه معاكي مقرمشه بعد القليه، وكمان السمك ما يشربش زيت، والزيت بتاعك يفضل نظيف لغايه اخر سمكيه انت بتقليها. رحت بقى على عين البوتاجاز بعد ربع ساعه، قلت لك دخلت السمك خلاص في التلاجة وطلعته. هتشوفوا شكله دلوقتي بقى عامل ازاي. جبت هنا الطاسه، حطيت فيها شويه زيت صغيرين زي ما انت شايفه، مش كتير خالص، وعلى نار عاليه. طبعا الزيت ما سخنش قوي معايا، يا دوب كان بدا يسخن كده. رحت جايه حاطه السمك بالشكل ده. بص السمكيه عامله ازاي، شاربه كده الدقيق وتمام معانا. اول لما تلاقي السمك خد لون اقلبيه على الوش التاني، وهكذا. لو عايزه تغمقي لونه شويه رجعيه تاني الوش الاولاني تاني غمقي لونه شويه. انا عملت كده، وافضلي ضيري فيه كده في قلب الطاسه لغايه كله ما يبقى لونه تمام معاكي بالشكل ده. شايفه بقى السمكيه لونها جميل جدا، الزيت بتاعنا نضيف ما شاء الله، ما حصلوش اي حاجه، وكان السمك ما شربش زيت خالص. باذن الله هتجربوا الطريقه يا جماعه وهتعجبكم جدا جدا. والتتبيله مقولكوش بقى مخليه السمك طعمه رهيب وريحته جميله جدا. باذن الله هتجربوه بنفس الطريقه وهيعجبكم. يا رب وصفه النهارده تكون عجبتكم. ما تنسونيش بالله كومنت حلو. جزاكم الله كل خير حسن استماعكم ليا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.